عارفة لما تفضلي طول حياتك بتقدمي وبتحبي وبتتسامحي وفجأة تسمعي جملة تخليكي تقفي مع نفسك كده وتفوقي لنفسك. في جملة كان حد غالي قالها لي زمان، وكل ما الأيام بتعدي بكتشف قد ايه الجملة دي صح. اوعي يصعب عليكي حد انتي ما صعبتيش عليه. وقال لي ارحم قلبك زي ما بترحم غيرك، وما تديش زيادة للي ما قدركش. الكلام ده لما بتسمعيه تحسي انه يكون كلام زعل او كلام فيه أسوأ، بس الحقيقة دي مش قسوة خالص، دي طوق نجاة لقلبك. تعالي نفكر كده فيها سوا بصراحة. كام مرة جيتي على نفسك عشان مش تزعلي حد؟ وكام مرة كنتي تعبانة ومظلومة، بدل ما تدافعي عن نفسك انتي قعدتي تدوري للطرف التاني على اعذار وتقولي معلش ده يمكن مضغوط، معلش ده يمكن ما يقصدش كتير، صح؟ مشكلتنا ان احنا بنتعامل مع الناس بقلبنا احنا وبروحنا احنا. بنفتكر ان كل الناس حنينة زينا وكويسة وقلبها طيب، وان اللي بنعمله عشانهم هيرجعهولنا لما نحتاجهم. بس الواقع بيفاجئنا بغير كده خالص. بتكتشفي ان الشخص اللي كنتي بتشيلي هموم وبتستندي عليه لما انتي وقعتي وتعبتي ما فكرش حتى يسأل عليكي حتى لو بكلمة. هنا بيجي معنى الجملة اللي بيقولك اوعي يصعب عليكي حد مش صعب عليكي. مش معنى كده انك تكرهيه، لأ، ولا انك تأذيه. معناها ببساطة ما تحرقيش روحك عشان حد مش شايف تعبك اصلا. طب وليه دايما بننسى نفسنا؟ ارحم قلبك زي ما بترحم غيرك. الكلمة دي بالذات بتمس كل حد فينا. انتي بتعرفي تطبطبي على الكل، وبتعرفي ترحمي الصغير والكبير، وبتسامحي في حق نفسك بسرعة جدا. بس مين بقى بيلتفت لقلبك انتي؟ ومين بيطبطب عليكي انتي؟ مين بيحس بيكي؟ قلبك ده مش امان عندك. ليه تسيبيه يستنزف ويتكسر كل شوية مع ناس مش بتصون العيش والملح؟ الرحمة بالنفس مش أنانية. الرحمة بالنفس هي انك تحمي روحك من الناس اللي بتاخد منك طاقتك وابتسامتك، مش بتديكي اصلا كلمة حلوة في المقابل. وفي الاخر ما تديش زيادة للي مقدركيش. العطاء حاجة جميلة جدا، واحلى احساس في الدنيا انك تدي وتساعدي. بس العطاء لما بيروح لشخص ما بيقدرش بيبقى عامل زي المية اللي بتسقي زرعة ميتة مش هتثمر. لما تدي حب واهتمام ووقت الشخص مش شايف قيمتك، انتي بتخليه يعتاد وجودك. بيبقى بالنسبة ليه اهتمامك دي حاجة مضمونة ومجانية وملهاش اي قيمة عنده. التقدير مش معناه انه يردلك الجميلة بنفس الطريقة. التقدير هو انك تحسي انك غالية عليه، وان وجودك فارق، وان تعبك مش بيروح في الارض. عشان كده رسالتي ليكي النهاردة ولكل حد بيسمعني: خلي قلبك ابيض وطيب زي ما هو. الطيبة دي احلى حاجة فيكي. بس حطي حدود وارحمي قلبك ونفسك، واعرفي قيمة نفسك، وما تديش غلاوة واهمية غير اللي يستاهلها بجد. اللي يصونك شيليه في عينيكي، واللي يستهين بيكي ارحمي قلبك منه وابعدي عنه بهدوء. انتي تستاهلي تتحبي وتتقدري.